جمهور الاهلي في ماتش الزمالك ما لقاش حاجه يتكلم عليها، فطلع يتكلم على بلال علام المذيع. لكن ما يشوفوش بقى التحكيم والفجر اللي احنا بنشوفه ما بتشافش. ما تشافش اللي حكم يبقى في ضربه جزاء صريحه على تاو لاحمد بالحاج الشوط الاولاني، ما تتشافش ولا يرجع للفار ولا نشوف اي حاجه، مالناش دعوه، ما كانش في حاجه. طب في الكره التانية الطرد اكرم توفيق، الكره خبطت في ايده وعنده انذار يطرد. لا لا، ليه؟ ليه يا جدعان؟ ليه فرقه زي سيراميكا دي تظلمها؟ الفرقه لعبت ماتش حلو جدا. انا والله العظيم انا مبسوط ان سيراميكا خسرت. سيراميكا تخاف تقابلها في النهائي. سيراميكا بالاداء اللي عملته قصاد الاهلي ده تخاف تقابلها في النهائي، وهو ده الاهلي. فمصلحه اللي احنا نقابل الاهلي اصلا. اللي قال لك ده كان ثقه زياده عشان كده خسرنا من الزمالك واللعيبه، لا انتوا ده. انتوا سيراميكا عملت فيكم، انتوا جبتوا الجون في الثانيه الاولانيه، الشوط الاولاني ما شفتوش بسام. الشوط الثاني برضو كوره الكورنر بايلك جون. بس ما شفناش بسام تاني طول الماتش. شوبير مان اوف ذا ماتش، يعني عندهم مصطفى شوبير مان اوف ذا ماتش. فلك ان تتخيل، فالحمد لله اللي الاهلي فعلا كسب. بالتحكيم بقى من غير تحكيم، بس المصلحه لينا. يعني عايز اقول لك حاجه، دي مصلحه لينا اللي الاهلي كسب، ما نقابلش سيراميكا. بس احنا بنتكلم ليه الظلم؟ ليه بتظلم فريق تعب وعمل مجهود ولعب اداء وماتش هايل؟ اللعيبه كلها كانت 10 على 10. تقول ايه؟ تقول ايه؟ حسبي الله.